بعد ما خلصت الدراسه بتاعتي الفكره تتطور شويه، انه طب ليه ما فيتش كمان اصحابي بقى اللي هي في الدايره الاوسع شويه، كلاينتس يبتدوا يجوا لي كهيلث كوتش. لما ابتديت بقى اقعد مع الكلاينتس وحتى لاسرتي واهلي، ابتديت افكر طب عايزه اديهم بقى توصيات بايه، ما تاكلوش كذا بس كلوا كذا. اوكي. فالكذا الكلو ده اللي هو المفروض يبقى صحي انا ما لقيتوش في السوق، بالذات في مجال المخبوزات والعيش والحاجات دي، وبالذات بقى المخبوزات اكتر ناس بتاكلها الاطفال طبعا. فالاقي ولاد اخواتي عمالين ياكلوا في مخبوزات كلها سكر ومواد حافظه وعيش ودقيق ابيض، وفاهمه ايه البدائل اللي المفروض تتعمل علشان الواحد يبقى بياكل بشكل صحي، ومش لاقيه البدائل دي متاحه. فقررت ان انا طالما في احتياج معين في السوق لمنتج صحي، يبقى ليه انا ما اقدمش انا المنتج ده؟ ليه ما بقاش انا بشارك الناس في ان هم يغيروا اسلوب حياتهم مشاركه اكثر ايجابيه من مجرد ان انا اقول لهم يعملوا ايه، الى ان انا اقدم لهم المنتج اللي فعلا انا كواحده دارسه وضميري يسمح لي ان انا اقدم منتج ااكل منه ابني وابنك وولاد اخواتي وكل الناس، لان انا عارفه جواه ايه. فدي كانت اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي، ان انا اللي اكل منه ابني ياكلوه ولاد الناس كلها.